مقتطفات منها. الفنية 56 سنة ملحن محترف. ربنا يديك طول العمر. يعني اعتمدت سنة 60، النهارده 5/2015. قدمت فيها أعمال كتير جدا، من مسرح، من سينما، من أوبريتات، من ميوزيكال شو، كل ألوان الموسيقى والغناء. والنهارده دوري إن أنا براقب وبص، هل اللي موجود ده يستاهل إحنا نسمعه؟ هل اللي موجود ده هيودينا إلى الأمام ويبقى ريادة؟ هل اللي موجود ده هيصلح من واقعنا ونستمد حاضرنا ونجيب حاضرنا قدامنا ونقول الرياده المصريه؟ ده اللي انا بنظر فيه دلوقتي، وده اللي انا بتلاحظوا عليا ان انا بنتقده بالقسم. اللي بيقبل اهلا، اللي ما يقبلش ما يهمنيش. ده اللي عايزين حضرتك تحدثنا عن زمن الفن الجميل وزمن الفن الرديء حديثا. أنا بعمل برنامج دلوقتي اسمه عظمة على عظمة يا فن، بستعرض كل ما قدمته مصر من الأعلام والعظماء في تاريخنا، الأهرامات البشرية اللي لن يجوز زمن مثلها مرة أخرى. وبقدم الأعمال اللي اكتشفته من الشباب فيراسلني وبعدين، هل دي الأغاني دي عندنا؟ هل الناس دول كانوا معانا؟ هل دول مصريين؟ فالإجابة دي شجعتني في إن أنا أطول عمر البرنامج إلى أن ينتهي بشكل ما يؤدى أو ما يدعون أنه شباشب. ما رأي حضرتك في فرقة بورسعيد؟ بورسعيد فرقة جيدة فيها أصوات. أنا أحمد إبراهيم، الصوتين الأخرانيين بينا واللي هي دنيا وبنت رجب، دول أصوات يجب أن تتأهل في أن تكون في المقدمة لعالم الغناء المصري. على ايد حضرتك قلت له اجمع هذه الاصوات وتعمل لهم حفله كبيره بمنتخب من كل الفرق الموسيقيه اللي موجوده في المحافظات، هتلاقي نفسك تقدمت 100 خطوه. عندنا كلمه اخيره لشباب الموسيقى العربيه اليوم بمناسبه الاحتفال. بقول لشباب الموسيقى العربيه اليوم ما تنخدعوش وراء الادعاء بان احنا عندنا اغنيه، فهي اغنيه مشموله بالجزم الكاوتش والجنزات المقطعه ورسم الاسد ورسم مش عارف ايه وابو سمك بريمه ولا مش عارف، كل ده الغناء من اول اكبر اسم عندكم في زمانكم لغايه اخر اسم. بعد عبد الحليم لازم نراجع اللي احنا بنقوله، هنحس ان احنا هنتكسف ونخبي وشنا ازاي شجعنا الناس. افتقدنا الاغنيه الجميله ومعاني الكلمات الرقيقه، بس ما زالت الجذور في الارض، ندلق عليها شويه سمع هتاكل. مش عايز اسكت على حضرتك دكتور نسينا، شرفتنا بورسعيد واهلا بيك الفنان الكبير الدكتور احمد ابراهيم. اهلا بيك يا فندم في بورسعيد. اهلا بيكي واهلا بمشاهدي قناه بورسعيد، واحنا سعداء ان نلتقي بكم من خلال هذا العرس الفني الثقافي الجميل والليله الجميله، ليله الاستاذ المؤلف محمد القصابي من خلال مهرجان بورسعيد للموسيقى العربيه، واللي بيحظى برعايه الاستاذ الدكتور عبد الوهاب وزير الثقافه والسيد اللواء الحسن محافظ بورسعيد، برعايه الكاتب المسرحي محمد حافظ ناصر رئيس الهيئه العامه لأصول الثقافه. والحقيقه من خلال هذا المهرجان بتقام مسابقه في الحان عبقري محمد القصابي ولجنه التحكيم الحقيقه على اعلى مستوى برئاسه الموسيقار الكبير حمد بكر ورئيس المهرجان ايضا، وعضويه الموسيقار الفنان الوسيمي والفنان الدكتور عبد سعد. يعني تواصل الاجيال بيتحقق من خلال ان احنا نسمع القصابي بالاصوات الجميله الجديده الراقيه المبشره بالخير، تقول ان مصر معطاء ومصر ولاده، وان مصر هي ام الدنيا والفنون بفنونها وثقافتها. سعداء بكم وسعداء جمهور بورسعيد الحقيقه متفاعل بشكل كبير جدا مع فعاليات المهرجان. بورسعيد خدت رجب الشاذلي فرقه اسمها لها. بقول لشباب الموسيقى العربيه انتم حائط الصد الاخير في الحفاظ على قواعد واصول الغناء العربي. لا، خليكم زي ما انتم، احفظوا وغنوا وتدربوا وما تستعجلوش وما تيأسوش من الصخب اللي حواليكم الضغيط والطحن.
البقاء الأصلح إن شاء الله. المناخ المصري. منير الوسيمي. حاجة حلوة أوي، أنا سعيد وقناة سعيد. ما الفرق بين الموسيقى في الزمن الجميل والموسيقى في الزمن الرديء اللي احنا بنسمعه؟ يا بابا عارف أقول لحضرتك حاجة، إحنا مصر كانت بتمر بمؤامرة كبيرة أوي، والظروف ديت هي اللي مخلية يعني في أشياء مش مظبوطة، مش في الموسيقى بس، في حاجات كتير. ده كل ما بتتصلح حاجة تأكدي إن مصر بتنهض وبتقوم. وإحنا فتحنا قناة السويس، وخلي بالك الموسيقى هتبتدي برضه إن هي الفن ده انعكاس للحالة الاجتماعية والحالة الاقتصادية والحالة السياسية في المجتمع. كل ما كانت الظروف الاجتماعية والسياسية بتتحسن، كل ما الفن بيتحسن، وكل واحد يعني يقدم فن هابط يحترم نفسه بقى، ويبتدي يطلع الفن الراقي النظيف اللي بيعبر عن المصريين الحقيقيين، وخاصة بورسعيد وبطولات الشعب في بورسعيد في مصر. ايه رأي حضرتك في الفرق بين المحافظات والموسيقى العربية؟ هقول لحضرتك حاجة، أنا طبعا النهارده اتبسطت جدا من فرقة بورسعيد، ولسه ما اتفرجتش بقى على فرقة السويس، إنما أنا مش غريب عنهم الحقيقة، يمكن أنا عارف أكتر ناس فيهم الأشخاص كويس، عارف إنهم فنانين كويسين، الشغل اللي هم عاملينه شغل وربنا يوفقهم يعني. وحاجة حلوة إن يعني منتظرة هنا بورسعيد كتركيبة فنية. أولاً أنا من عشاق بورسعيد، أهل ناس. أنا جيت هنا أنا والأستاذ محمود رضا وفرجنا وجمعنا شغل بتاع السمسمية، وعملنا في فرقة رضا طبلو كامل بالسمسمية قلب في الوابكة، وعرفت كل الفنانين الكويسين اللي زي كامل عيد ومحمد عبد القادر ومحمود غندر وكوثر وكل الفنانين اللي موجودين غيرهم وصبري، كل الناس اللي هم هنا في بورسعيد الحقيقه دولت اصدقاء، يعني كثير منهم كانوا اصدقاء شخصيين، وانا كنت على طول في شكل مستمر في زياره بورسعيد وفي القعدات الفنيه معاهم. ده شكل من اشكال الفن العظيم بتاع بورسعيد. زائد بقى الفن الثاني طبعا الادوار بتاعت الضم والحاجات دي، حاجات ثانيه غير اغاني التراث. غير بقى دلوقتي النهارده اتفرجت على حاجه ثانيه، ده التراث الشرقي القديم بيتقدم لشخصيه مهمه قوي زي محمد الأصبجي. الأصبجي ده استاذ من اساتذه الموسيقى العربيه، يعني له قيمته يمكن مش معروفه. انا انبسطت جدا ان قدروه وعملوا ليله له، لان هذا الرجل قيمته ما خدش قيمته لحد دلوقتي. ده استاذ متميز ومتفرد، وفي تركيا حتى في أكاديمية الموسيقى حاطين له تمثال الأصبجي. الأصبجي ده يعني مدرسة، والفن بتاعه متميز ومتفرد. والنهارده استمتعنا الحقيقه بمجموعه من الاصوات انا يعني مش مستبعدها عن بورسعيد. بورسعيد مطلعه مجموعه من الاصوات الرجاله والبنات اللذاذ جدا اللي انا اتفرجت عليهم النهارده، ومن قبل كده يعني متواصله، لان فن بورسعيد هينفصل عن الناس. والحقيقه الناس اللي في بورسعيد كلهم بطبيعتهم فنانين. لما تيجي تتفرج على ادوار الضمه او على العادات اللي بيعرضوها في السمسميه تحسي ان المساله اسره، كلها اسره كامله على بعضيها بتغني وترقص وعايشه حاله من الحالات الجميله جدا اللي هي يعني بتتنقل لنا شخصيا. ففن جديد متفرد، فعشان كده انا بحب بورسعيد، بحب اهل بورسعيد وبحب فن بورسعيد، ويعني ما اقدرش ابعد عن عيش بورسعيد. اهلا بك وشرفتنا في محافظه بورسعيد.